البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق المعروفة بصاحبة الفيديو المسرب إياه. الفيديو اللي انتشر انتشار كبير وكانت فضيحة ما بعدها فضيحة. صاحبة الفيديو البلوجر هدير عبد الرازق، القنوات دلوقتي بتستضيفها وبتعمل معاها لقاءات، وبتحكي وبتقول إن الفيديو لما اتصور كان جوزي اللي بيصوره وكنا في شهر العسل. هاجر عبد الرازق في لقاء تلفزيوني بتقول للمذيعة: أنا بعد الفيديو بتاعي جالي كمية عرسان كتيرة قوي ما تتعدش. المذيعة بتسألها: ليه كل العرسان دي مرة واحدة؟ قالت لها: مش عارفة السبب بقى. تخيل الإعلام بدل ما يغطي بمهنية وإنسانية الناس اللي بيموت كل دقيقة منهم طفل، جايبين واحدة بتقول إن بعد الفيديو اللي اتسرب جالي عرسان من كل الطبقات. هي دي الرسالة اللي المفروض ولادنا يشوفوها؟ أكتر حاجة بتتشهر في الدنيا دلوقتي الحاجات دي، بتتشهر أكتر من الحاجات اللي المفروض توصل لنا. أعتقد البنت اللي يحصل لها مصيبة زي دي مش هتطلع بالسرعة دي في كل المنصات على أساس إنه خبر مهم لينا. الأخبار المهمة بتتكتب بالدم دلوقتي، والعار الحقيقي هو اللي بقينا فيه. إحنا فعلا في حال يرثى لنا جميعا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.